في ليلة قارصة البرودة من 1 فبراير عام 1959 تجمد الهواء في جبال أورال الروسية، وتحولت ضحكات مجموعة المنتزهين الشباب إلى همسات متلاشية في صحراء عاتية. وبعد أسبوع واحد اكتشفت خيمتهم ممزقة من الداخل وأجسادهم متلاشية في صحراء ثلجية مع إصابات لا تفسير لها. أنتم مستعدون لمعرفة سر ممر دياتلوف التي حيرت العلماء؟ انطلقت مجموعة مكونة من 9 مستقلين جامعيين و8 طلاب وقائد الفريق إدموند دياتلوف من مدينة إيدفيل من سيبيريا، متجهين إلى قمة تل هاتشاتشيلي. هدفهم كان قدرة تحمل الإنسان في أقصى الظروف. وفي 31 يناير أرسل الفريق رسالة قصيرة للمنطقة: نحن بخير، الجو شديد القساوة، ولكننا متحمسون للمغامرة. وبعدها لم يستلم أي رسالة أو اتصال منهم. أرسل المسؤولون فريق البحث عنهم بعد تأخرهم عن الموعد المقرر للعودة. وجدوا الخيمة مقطوعة من الداخل وأمتعتهم متروكة على بعد مئات الأمتار، ووجدت جثث بعضها عارية في حرارة 30 تحت الصفر، مع كسور في القفص الصدري وجروح لم تبدو واضحة من هجمات خارجية. لم يؤثر على لسان أسنان من الضحايا، وفحص بعض ملابسهم فوجد نسبة ضعيفة من الإشعاع. أظهرت التحليلات أن بعض الإصابات كانت ناتجة عن ضغط هائل، كأن شيء صدمهم من الداخل. كافة النظريات العلمية تنوعت بين انهيار ثلجي، اختبارات نووية سرية، وصولا إلى ظواهر صوتية تحت الثلجية، وحتى كائنات مجهولة. في رأيك ما النظرية الأقرب للحقيقة؟ انهيار ثلجي دفعهم للخروج السريع، تجارب عسكرية سرية قريبة من الموقع، ظاهرة صوتية تحت الثلجية أدت إلى ذعرهم؟ اكتب لنا بالتعليقات من 1 ل 4. لو كنتم مكانهم هل كنتم تمسكتم بالخيمة أو خرجتم للبحث عن مأوى آخر لبقاء أو هروب؟ ما أكثر سؤال حيركم في ممر دياتلوف؟